سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب دخل الحرم، وكان في الحرم هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي. فلما رأى سالما قال له: يا سالم سلني، يعني أريد أن أعطيك، سلني، اطلب أي شيء تبي. قال: إني أستحي أن أطلب غير الله في بيته، أنا في بيت الله كيف أسألك؟ قال: أستحي أن أسأل غير الله في بيته. فسكت هشام بن عبد الملك، لا يستطيع أن يقول شيئا. انتظر حتى خرج سالم من الحرم، فقال: ائتوني به، يعني خارج الحرم الآن. فأتي به فقال: يا سالم خرجت من الحرم الآن، سلني، يريد أن يكرمه. وسالم يعني من فقهاء المدينة السبعة من أئمة التابعين. قال: يا سالم سلني الآن. قال: أسألك من الدنيا أو الآخرة؟ إيش عندك؟ ماذا عندك؟ عندك أمور الدنيا أو عندك أمور الآخرة؟ ماذا عندك؟ قال: لا، من أمور الدنيا، يعني الآخرة ليس عندي فيها شيء. قال: من أمور الدنيا. قال: أنا ما سألت الدنيا من يملكها، وهو الله جل وعلا، أفأسألها من لا يملكها؟ ثم انصرف عنه ومشى. وهكذا